ايه العادات؟ يمكن كلمة بسيطة لكن تأثيرها كبير جدا في حياتنا. كل يوم بنصحى ونبدأ نكرر نفس الحاجات تقريبا من غير ما ناخد بالنا ان التصرفات الصغيرة دي هي اللي بتحدد شكل حياتنا. الحقيقة اننا مش بنبقى ناجحين او فاشلين فجأة، لكن بنوصل لكده بسبب عادات بنكررها كل يوم. يعني مثلا لو شخص بيأجل كل حاجة ومش بيكمل اللي بدأه، مع الوقت هيحس انه هو واقف مكانه. لكن شخص تاني بيعمل حاجة بسيطة كل يوم حتى لو صغيرة جدا، بعد فترة هيلاقي نفسه اتقدم خطوات كبيرة. العادات زي الزرع اللي بتزرعيه النهاردة هتحصديه بعدين. مشكلة ناس كتير انهم مستنيين دافع كبير علشان يبدأوا، او مستنيين ظروف مثالية، بس الحقيقة ان مفيش وقت مثالي. البداية دايما بتكون صغيرة وبسيطة. ممكن عادة صغيرة جدا زي انك تشربي كوباية مية اول ما تصحي، او تقرأي صفحتين من كتاب، او تمشي 10 دقايق بس. يمكن الحاجات دي تبان بسيطة، لكن مع الاستمرار بتغير شكل حياتك بالكامل. في نفس الوقت في عادات سلبية كتير ممكن تبان عادية، لكن تأثيرها بيكون كبير جدا، زي تضييع الوقت على الموبايل، أو السهر بدون سبب، أو إنك تأجلي شغلك لآخر لحظة. العادات هي بتسحب منك وقتك وطاقة من غير ما تحسي. علشان كده مهم نسأل نفسنا: أنا بعمل إيه كل يوم؟ وهل الحاجات دي بتساعدني ولا بتأذيني؟ تغيير العادات مش سهل، وده طبيعي، لأن المخ بيتعود على الروتين وبيحب الراحة وبيقاوم أي تغيير. بس الحل مش إننا نضغط على نفسنا زيادة عن اللزوم. الحل إننا نبدأ بالتدريج. يعني لو عندك عادة وحشة، مش لازم تمنعيها مرة واحدة، ممكن تقلليها واحدة واحدة. ولو عايزة تبني عادة جديدة، ابدأي بحاجة بسيطة جدا لدرجة انك ما تقدريش تقولي لأ. زي مثلا بدل ما تقولي هقرأ ساعة كل يوم، ابدأي ب5 دقايق بس. وبعد كده خلي العادة دي مرتبطة بحاجة بتعمليها أصلا، يعني تقرأي بعد القهوة أو تتمشي بعد الأكل. كده هتكون أسهل إنك تلتزمي. كمان مهم جدا إنك تكافئي نفسك حتى على الإنجازات الصغيرة، لأن ده بيساعدك تكملي وبيخلي الموضوع ممتع مش تقيل. وفي حاجة مهمة لازم نفتكرها، إننا ممكن نقع ونرجع تاني. مفيش حد بيمشي صح طول الوقت، وكلنا بنغلط ونرجع لعادات قديمة أحيانا. لكن الفرق الحقيقي هو إنك ترجعي تكملي تاني وما تستسلميش. افتكري دايما مش لازم تكوني مثالية، المهم تكوني مستمرة. النجاح مش بيجي من خطوة كبيرة واحدة، لكن من خطوات صغيرة بتتكرر كل يوم. وفي الآخر لو بصيتي على حياتك هتلاقي إن العادات هي اللي صنعت كل حاجة فيها: علاقاتك، شغلك، صحتك، حتى حالتك النفسية. كل ده نتيجة حاجات صغيرة بتتكرر يوميا. فاسألي نفسك النهاردة: ايه العادات اللي ممكن أبدأها؟ وايه العادة اللي محتاجة أغيرها؟ وابدأي حتى لو بخطوة صغيرة جدا، لأن بعد فترة هتبصي وراكي وتستغربي قد ايه اتغيرتي. وفي النهاية افتكري انك مش محتاجة حياة جديدة، انت محتاجة عادات جديدة. لان ببساطة العادات هي اللي بتصنع الحياة.